انا بقول بقى اللي بيصاحب 5 شطار بيبقى هو كمان سادسهم. انا اول شهر زي ما قلت لكم انا رحت سنتر ما عجبنيش، قمت قاعده اونلاين باقي السنه كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم في فيديو جديد. تانية ثانوي. انا اتاخرت عليكم في الفيديو ده، بس بجد ده اهم فيديو ممكن تشوفوه وانتوا في مرحله تانية ثانوي، علشان تعرفوا انتوا محتاجين ايه لتالتة، عشان تعرفوا انتوا محتاجين تعملوا ايه في تانية برضو استعدادا لتالتة. فما تنسوش ان انتوا تكملوا الفيديو للاخر، انشروه على قد ما تقدروا علشان كل الناس اللي في تانية ثانوي تشوفوا. بس اعملوا لايك للفيديو ده وممكن شير لو قدرتوا. هستنى تعليقاتكم الجميله او اي اقتراحاتكم لفيديوهات جديده انتوا حابينها. من دلوقتي انتوا بداتوا اصلا تبعتوا لي اسئله كتير يا دكتور. في ناس كتير اصحابي بداوا ان هم ياخدوا دروس بتاعه تالتة، في صحابي بداوا ان هم يعملوا كذا. كل الاسئله بتتمحور حوالين كده. هل ده صح؟ يعني هل صح ان احنا نبدا دروس سنه تالتة ثانوي من قبل ما ندخلها بسنه؟ اكيد لا طبعا، ومش طبيعي. احنا ذات نفسنا لما كنا في تالتة ثانوي بادئينها من شهر 9 وخدنا المعلومه في شهر 9، في شهر 4 حرفيا كانت المعلومة منسية. مهما كررتها ومهما عدت عليها طبيعي جدا جدا هتحتاج ان انت هتنساها تاني، وتحتاج ان انت تراجعها تاني. فليه من دلوقتي اخد معلومة انا كده كده عارف ان انا هنساها؟ الاحسن ان انا اركز مع تانية ثانوي، اركز على حاجات هي هتفرق جدا جدا جوهريا في تالتة ثانوي، مش مجرد المذاكرة والمعلومات اللي انا هاخدها. انا كنت في تانية ثانوي من السنين حرفيا اولى وتانية، كان يعني كنت بروح دروس اول شهر وبعد كده اقعد اونلاين، كله مش اونلاين حتى منصه ان انا مشتركه في منصه، لا كنت بقعد على اليوتيوب. والحمد لله الحمد لله يا رب، انا كنت طالعه في اولى وتانية ثانوي الاول على المدرسه، كنت طالعه في تانية ثانوي جايبه 94%. لقيت حاله دروس مش احسن حاجه، المدرسين شرحهم عادي، بالعكس انا بلاقي ان انا بفهم اكتر من على اليوتيوب. كنت بتابع مثلا في الفيزياء مستر احمد ابو عرب، معتمد عليه اعتماد كامل، لدرجه ان انا اصلا لما جيت كنت بكتب على طول وراه علشان اذاكر من الكشكول بتاعي. الكشكول بتاعي كان منظم جدا، وكان كل مساله عليها المثال بتاعها، فكنت واخده الكشكول ده معايا في المدرسه. مدرس المدرسه لما شافه حرفيا كان اللي هو بيقول لي انت بتاخدي مع مين، فبقول له مستر احمد وعرب. بيقول لي ما اعرفش المدرس ده، قلت له ما هو ده على اليوتيوب. ما بقاش مصدق اصلا. دلوقتي كمان بينزل اونلاين على اليوتيوب برضو بشكل مجاني، يعني لو انتوا في تانية ثانوي مش عايزين تاخدوا دروس او حتى جنب مدرسكم عايزين تتابعوه تابعوه برضو. تاني حاجه كمان في الكيمياء انا كنت باخدها اونلاين، بس المصادر بتاعتها ما كانتش ثابته، او على الاقل لحد دلوقتي المصادر بتاعتها بقت خلاص بقى مدفوعه وبقت منصه، زي مثلا مستر خالد صقر، مستر محمد عبد الجواد. انا ما كنتش ثابته على مدرس معين علشان كانوا معظم المدرسين مش بينزلوا كل الحصص بشكل منتظم. وبالنسبه للاحياء برضو انا كنت بروح فيها درس، بس برضو ما كنتش منتظمه قوي، فكنت بلم اللي بيقع مني من يوتيوب برضو في حصص مش منتظمه، مثلا مع مستر احمد الجوهري، مستر محمد ايمن. الحمد لله رغم ان انا كنت لسه في بدايه النظام الجديد كل الناس متشتته، كنت الحمد لله بعرف احل كويس قوي. بس لاني ما اتحججتش بقله المصادر، ما اتحججتش بان المدرس ده ما بيفهمنيش في السنتر، فلا اليوتيوب مليان يا جماعه، افهموا من اليوتيوب وهتلاقوا الدنيا ماشيه معاكم كويس قوي. ومفيش فرق بين اليوتيوب والسنتر لو انت ملتزم، خلينا متفقين على كده. تاني حاجة واللي بتفرق ما بيننا جدا 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 هي فكرة التأسيس. فانتوا لو مش متأسسين كويس ابدأوا اسسوا نفسكم في حصص كتير تأسيس موجودة على اليوتيوب. برضو مستر احمد ابو عرب عامل في الفيزياء، مستر محمد عبد الجواد عامل في الكيمياء، ومستر خالد صقر برضو في الاحياء في دكتور احمد الجوهري. حتة الأحياء دي مش لازم ان انتوا تاخدوها دلوقتي، ممكن تاخدوها قبل تالتة ثانوي لأنها مش هتفرق كتير. وتاني حاجة لو برضو خايفين ان مثلا في دروس في تانية ثانوي كانت مهمة فأنا دلوقتي مش هاخد أحياء فمش هاخدها، فلا برضو يعني كان أهم درس في تانية ثانوي كان درس السيال العصبي. حابين انتوا تاخدوه في الاجازه اوكي، هو اصلا كان في الترم التاني. حابين انتوا تاخدوه قبل تالتة ثانوي تمام، رغم ان احنا كنا واخدينه في تانية الا ان برضو المستر لما بدأنا في تالتة رجعه لنا تاني كأنه بيشرح لأول مرة. فما تخافوش من الحاجات اللي هي يعني هو المقرر عليكم زي بعضكم، انتوا كلكم واخدين نفس المواد وهتطلعوا في تالتة ثانوي برضو بنفس المواد. فما تخافوش من المستقبل، حاولوا بس ان انتوا تركزوا دلوقتي ازاي تستفادوا من اللي موجود عندكم باقصى شكل ممكن، وما تشتتوش نفسكم في مواد كتير. اما بالنسبه للتاريخ، وانا سمعت ان انتوا بتاخدوا تاريخ بدل الاحياء، فاظن ان هو مش مهم ان انتوا تهتموا بيه غير بس ان انتوا لدرجه النجاح، ما دام انتوا خلاص انتوا في علمي علوم. ما اظنش ان التاريخ هيفيدكم في ثالثه ثانوي، الا بس ان انتوا تهتموا بيه لدرجه النجاح، ان انا بسمع المحاضرات بتاعته او بسمع الحصص بتاعته بقراه كويس واحاول ان انا احفظه، لان التاريخ بيعتمد على الحفظ في الحل بتاعه للاسف يعني. انا كنت في اولى ثانوي لما بحفظه كويس بعرف احل كويس، لان في اجابات كتير بتبقى متشابهه، فحاولوا ان انتوا تحفظوه كويس. اللي هيساعدني في الحفظ الاسئله المقاليه او الاسئله اللي هي المباشره، انتوا معديين على درس تكتبوا علل بما تفسر وهكذا، وتسمعوا الاسئله دي شفهيا كده بحيث ان انتوا تتاكدوا ان انتوا حافظين الدرس كويس، وبعد كده تحلوا عليه. دي
انسب طريقه للحفظ. تاني حاجه ودي مهمه فوق ما تتخيلوا في التجهيز لثالثه ثانوي، هي فكره ان انا اعود نفسي على فترات المذاكره الطويله. ما ينفعش ان انا اتعود ان انا باجي الم بس قبل الامتحان. هتيجي في ثالثه ثانوي انت مش قادر تذاكر اكتر من 3 4 ساعات. فطبعا عود نفسك على فترات المذاكره الطويله، ان انا النهارده مثلا عندي 3 مواد في الدرس، فانا ال3 مواد دول المفروض ان انا اذاكرهم النهارده، على الاقل اذاكر مادتين. انا برضو بعود نفسي ان في مثلا مهمه واحده لو عملتها فانا كده انجزت كتير في اليوم، ومهام تانية اوكي لو عملتهم كده زياده وبركه يعني. فمثلا لو عندي فيزياء واحياء وانجليش، فالفيزياء بالنسبه لي اهم ماده، لو انا ذاكرتها كويس وخلصت الواجب بتاعها كده انا عملت اكبر مهمه في اليوم. بعد كده بتيجي الاحياء، بعد كده بيجي الانجليش، لان مثلا المهام بتاعتهم هتاخد وقت اقل، وهكذا. تابعوا معايا المعسكرات على قناه التليجرام، هسيب لكم اللينك بتاعها في الوصف بتاع الفيديو، بحيث ان انتوا تتابعوا معايا وتشجعوا على المذاكره. تالت حاجه، العبره مش باللي بتشوفه قدامك، ما تراه ليس كما يبدو. وانا هنا مش بتكلم عن المسلسلات، انا بتكلم عن اصحابك، عن الناس اللي بتشوفهم في الدرس. يعني طبيعي جدا ان انتوا تشوفوا المدرسين مثلا بيشكروا في ناس معينه، يعني ايا كان ما تبالغوش ان انتوا تتعلقوا باشخاص معينه، ما تبالغوش ان انتوا تصاحبوا ناس كتير. اتعودوا ان انتوا تكونوا لوحدكم، اتعودوا ان انتوا تذاكروا لوحدكم وتبقى الرحله بتاعتكم فرديه، لان ده اللي هيحصل في ثالثه ثانوي شئتم ام ابيتم. طبيعي جدا الرحله هتبقى فرديه، ان انتوا ما تتعلقوش بحد، ولا حتى تبقوا مستنيين من مدرس كلمه كويسه عشان تكملوا. طبيعي جدا ان المدرس بيحب الطالب اللي بيجاوب معاه، لان ده بيدي للمدرس ايمج ان هو جامد وان هو شاطر بالنسبه مثلا للطلاب اللي داخلين جديد، فبالتالي المدرس ده يتشهر اكتر او الطلاب يفضلوا عنده اكتر. ما تتضايقوش خالص من فكرة المدرسين اللي يعني بيبالغوا قوي في تقدير ناس معينة على حساب ناس تانية او على حساب مشاعر ناس تانية. ما تبصوش لغيركم، يعني دايما كده لما تلاقوا حد احسن منكم قولوا اللهم بارك له فيما رزقته وارزقني خيرا منه. والله هتلاقوا ان انتوا فعلا ربنا بيوفقكم، بس لان انتوا ركزتوا في طريقكم ودعيتوا لغيركم بالبركه. ساعات كتير جدا كنت بركز ايه ده، دي احسن مني، بتجيب درجات احسن مني، بس سبحان الله في اخر السنه الفرق بيني وبينها في الدرجات شاسع. فهل ده بسبب ايه؟ هو بس توفيق ربنا، وان انا ركزت على نفسي. يعني يمكن كانت فكره ان انا اقعد اونلاين اصلا في اخر سنه ثالثه ثانوي ان انا مش شايفه حد غيري، مش بقارن نفسي بحد غيري، فخلاص انا بذاكر مع نفسي، ومفيش اي نوع من انواع المقارنه، مفيش اي نوع من انواع الاحباط. بجد لو يرجع بيا الزمن عمري ما كنت هقارن نفسي باي حد، والحمد لله ده اللي انا بعمله في الكليه. مهما شفت ناس بتذاكر، مهما شفت ناس بتجاوب، في ناس كتير حتى بتجاوب مع دكاتره بس في الاخر السنه مش بتجيب درجات عاليه، فعادي جدا. رابع حاجه ودي مهمه لحياتك كلها مش بس لثالثه ثانوي، هي فكره علاقتك مع ربنا. خلينا متفقين كده ان علاقتنا مع ربنا دي غايه مش وسيله. اسمع البلاي ليست الدينيه، في بلاي ليست كتير جدا زي مثلا السيره النبويه، اسماء الله الحسنى، قصص الصحابه، في حاجات كتير جدا. ممكن اقرا كتب، في برضو كتب زي مثلا رسائل من القران، ده تحفه قوي. بس يوميا كده وقت مخصص للبودكاست الديني، والله بجد هيفرق جدا جدا معاكم على المدى البعيد، وهيخليكم تقربوا من ربنا اكتر. رابع حاجه ان انتوا لازم تجربوا الاونلاين، سواء ان انتوا مثلا بتاخدوا سنتر فتاخدوا جنبه اونلاين السنه دي، بس كاستثناء ان انتوا تجربوا الاونلاين جنب السنتر وتفضلوا هل المدرس بتاع الاونلاين شرحه احسن ولا السنتر، هل انا حاسس ان انا ملتزم اكتر مع مين، وهكذا. او ان انا اخد اونلاين لوحده وسنتر لوحده، واقارن انا مثلا ممكن الترم الاول اخد سنتر والترم التاني اخد اونلاين، وان انا اول شهر زي ما قلت لكم انا رحت سنتر ما عجبنيش قمت قاعده اونلاين باقي السنه كلها. يا جماعه جربوا على قد ما تقدروا، والله العظيم اللي مش بيجرب هو اكتر شخص بيندم في ثالثه ثانوي، عشان انت في تانية ثانوي سنه نقل. فجرب على قد ما تقدر، جرب اللي انت عايزه عشان تعرف ايه المدرس اللي انت ترتاح له، تعرف ايه النظام اللي انت هترتاح له. ما تجيش في ثالثه ثانوي تبقى بتجرب ولحد نص السنه بتجرب. جرب كتير على قد ما تقدر. وفي النوتة بتاعتكم انا والله على طول دايما يعني كنت بعمل كده، بكتب المدرس ده مثلا ايه مميزاته ايه عيوبه، دي حاجه كانت بتساعدني جدا. يعني مثلا المدرس ده بيحل كتير، المدرس ده مثلا في القواعد كويس بس في الكلمات مش بيتابع كويس، وهكذا. وعلى اساسها بعرف ايه احسن مدرس انا ممكن اروح عنده، او ايه الاحسن بالنسبه لي الاونلاين ولا السنتر. دي حاجه تقريبا وهي المدرسه. انا بالنسبه لي المدرسه بتاعتي الترم الاول كانت حضور، الترم التاني ما كناش بنحضر قوي، بس الترم الاول كنت تقريبا بحضر كل يوم. فالمدرسه بتاعتي بعيده جدا جدا يعني عن البيت. فانا كنت بعمل ايه؟ طبعا المدرسه ما كانش الشرح احسن حاجه، ما كانش دايما كل الحصص يعني المدرسين مركزين معانا قوي يعني. فكنت باخد الكتب معايا وبقعد اذاكر في المدرسه، او مثلا اسمع حصه الشرح الفجر واروح المدرسه اذاكر اللي انا خدته واحل الواجب بتاعه،
وهكذا، لان زي ما قلت لكم انا كنت اصلا نظامي اونلاين على اليوتيوب، فبالتالي انا كنت بستفاد بوقت المدرسه ده بان انا بذاكر فيه. وساعات برضو كانوا بيرخموا مثلا فمبقاش فيه وقت ان انا اذاكر، فكنت بس باحرص إن أنا على قد ما أقدر أستفاد من المدرسة، لإن زي ما إحنا عارفين مش كل المدارس طبعًا زي بعضها، في مدارس بتشرح بذمة وضمير، في مدارس تانية لأ، فعلى حسب مدرستكم هتقدروا إن أنتم تستفادوا من الوقت ده وتذاكروا حاجة تانية. أكيد طبعًا استغلوا الوقت ده، مش هتقدروا وأنتم مضطرين تروحوا علشان الدرجات، فحاولوا على قد ما تقدروا إن أنتم بس تستفادوا من شرح المدرسين الموجودين، تسألوهم على قد ما تقدروا وهكذا. أما لو مش فارق معاكم أصلًا درجات تانية ثانوي، فاحضروا بالقدر اللي هو يخلّيكم تنجحوا بس. آخر حاجة عايزة أقولها لكم إنه بيقولوا دايمًا اللي بيصاحب 5 أغنياء بيبقى سادسهم، أنا باقول بقى اللي بيصاحب 5 شطار بيبقى هو كمان سادسهم، علشان كده حاولوا دايمًا البيئة اللي حواليكم تكون ناس شاطرة، ناس تشجعكم، ناس شبهكم، أخلاقهم كويسة. وبس ده كان فيديو النهارده، أتمنى يكون عجبكم وفادكم. ما تنسوش إن أنتم تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة، وكمان اكتبوا لي كومنتاتكم الحلوة واقتراحاتكم الجميلة، وبس مع السلامة.